اهلا بيكم يا احلى ناس في الدنيا. لو كل اسبوع بتحتاروا تطبخوا ايه وعايزين منيو يوفر في الوقت والميزانية، يبقى تركزوا بقى معايا. النهاردة عاملين منيو اقتصادي لاسبوع كامل فيه لحوم وفراخ بافكار سهلة وبسيطة واقتصادية، وكمان هتكفي عيلة كاملة. ومفيش تكرار يا جماعة، تابعوا معايا الفيديو للاخر وهقول لكم تعملوا ايه كل يوم من غير تعب ومن غير ما تحسوا انكم محتاجين ميزانية مفتوحة. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول وصفة النهاردة معانا وصفة اقتصادية وفعلا هتكفي عيلة. طاجن يا جماعة اللحمة بالبطاطس ده، بس دي مش اي لحمة، دي لحمة مفرومة. بس الطعم حكاية حكاية حكاية، جديدة وسهلة ومش هتقف في المطبخ كتير. ومن نص كيلو لحمة مفرومة هتأكلوا عيلة كاملة يا جماعة. شايفين بقى البطاطس دايبة دوب واللحمة ايه استوى بتاعها خطير، وطعمها حلو جدا وجديدة يا جماعة بالتتبيلة والتكنيك اللي هنعمله بيها النهاردة ده عمركم ما شفتوه في اي مكان تاني. شايفين بقى الجمال والعظمة؟ هتيجوا يا جماعة بقى نتفرج عليه، بس قبل اي حاجة عايزين يا جماعة نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان لو انتم مش مشتركين معايا في القناة تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايكات كتيرة جدا وتقولوا لي رأيكم في منيو الأسبوع بتاع النهاردة. طيب يا جماعة، أنا معايا كمية من اللحوم، الكمية دي ممكن تكون نص كيلو، ربع كيلو، كيلو. خلاص أنا استخدمت النهاردة نص كيلو من اللحمة يا جماعة المفرومة البقري، ومعاها كمان 200 جرام من الدهن، والدهن ده طازة. طيب أنا معايا إيه كمان من الخضار؟ هنركن كده اللحمة على جنب. معايا 4 بصلات ومعايا 3 قرون من الفلفل البلدي بتاعنا البارد، حابة تضيفي حار براحتك. بس في خطوات تانية يا جماعة ونركز مع بعض كده علشان خاطر مش هتلاقوا اسهل ولا اسرع من الطاجن اللي احنا عاملينه ده او الصينية اللي احنا عاملينها النهاردة دي. وهتكفي عيلة كاملة. اسمعوا كلامي يا جماعة، وهتفيض منكم كمان لتاني يوم، وممكن تخرجوا منها وجبة ولا حاجة بره. يعني لو عندكم حد مثلا، يعني جاركوا حد تعرفوه كده، ممكن تطلعوا وجبة منه ولا حاجة لأي حد تعرفه لوجه الله تعالى. تمام. هناخد بقى البصل والفلفل الأخضر ده ونفرمه فرم كويس جدا في الكبة. أنا عايزاه ينعم لدرجة إنه يبقى يا جماعة كده زي المبشور بالظبط، أنا مش عايزاه خشن خالص خالص. تمام. وقد كان فرمناه فرم محترم بقى. هنعمل ايه؟ هنجيب المصفى بتاعتنا والطبق، وبعد كده هننزل بالبصل والفلفل اللي احنا فرمناه فرم ناعم في المصفى كده، علشان عايزه كل الميه اللي في البصل دي يا جماعه تنزل. انا مش عايزه ميه خالص خالص في البصل. وعلى فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، ميه البصل دي هنركنها كده على جنب وهنستخدمها، مش هنرمي اي حاجه خالص خالص. قلت لكم النهارده التكنيك والطعم والشغل كله مختلف تماما تماما عن اللي شفتوه قبل كده. تمام يا جماعة. هنضغط كده بالمعلقة على البصل والفلفل لغاية لما نصفي كل كمية المية. طبعا انا قطعت الفيديو علشان عيني عمالة تجيب دموع، ربنا ما يقطع لي عادة ابدا. خلاص. انا عندي الدهن اللي عندي ده عبارة عن شرايط يا جماعة، والله انا طلبت الدهن ده، انا ما بطلبش حاجة وتجيلي زي ما انا عايزاها خالص خالص. انا مش عارفة انا كده لوحدي ولا ناس كتيرة معايا كده، ان شاء الله يبقى ناس كتيرة معايا كده. خلينا بس كده مع بعض كده يا جماعة. هحط عليهم كده شوية لحمة مفرومة علشان خاطر الدهن يتفرم كويس في الكبة. تمام. انا مش عايزة الدهن يا جماعة يبقى واقف في الكبة كده ويلف حوالين السكينة بتاعة الكبة. خلاص هنديها كده ضربتين تلاتة. واحنا بنضربها كده ضربتين تلاتة ما تنسوش اللايك يا جماعة علشان ده بيفرق معايا كتير جدا في المشاهدات. وانا بصراحة كده زعلانة منكم علشان انتوا ما بتقدروش التعب والمجهود. خلاص بس معلش، انتوا اخواتي وحبايبي برضه. هنضرب كده زي ما حضراتكم شايفين الدهن مع اللحمة المفرومة. الموضوع سهل جدا اهو، بسيط. عايزة بس اخرج القطعة بتاعة الدهن كده لفوق علشان خاطر تتفرم كويس، ما يبقاش فيها نسايل نسايل كده. طبعا انتوا فاهمين قصدي. انا الدهن يا جماعة اللي انا بحبه الدهن اللي هو بيبقى كله قطع على بعضه، اللي هو بيت الكلاوي. انا ما اعرفش الدهن ده بيجي منين والله، بس انا لما بطلب حاجة دايما ما بتجيليش كده زي ما انا عايزاها. ما علينا، مش هنتكلم في الموضوع ده كتير. انا عامله يا جماعه قبل كده طرق كتيره جدا للحمه المفرومه او الكفته بكل انواعها بكل انواعها. كفته الحاتي، الكفته المشويه، الكفته في الفرن، الكفته على البوتاجاز. عملت كفته بالبرغل، عملت كفته يا جماعه بالفول الصويا، وعملت كمان برجر. عملت جميع انواع اللحمه المفرومه اللي ممكن تتخيلوها في القناه.
تمام. هننزل كده بكل كمية الدهن والقطعة اللحمة المفرومة اللي احنا فرمناها بالكبة، وبعد كده هننزل بالبصل اللي احنا صفيناه كله مع الفلفل الاخضر. تمام يا جماعة. المية بتاعة البصل مش هنرميها، هنركنها على جنب. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ معلقة صغيرة فلفل اسود وزيها ملح بالظبط، مش هنكتر يا جماعة في الملح ولا الفلفل الاسود في المرحلة دي. تمام. لان في مراحل تانية هنضيف عليها بهارات، ولازم ناخد بالنا من كمية البهارات اللي احنا هنضيفها على مجموعة الأكل كلها من البداية للنهاية. أنا ضفت دلوقتي نص معلقة كمان من بهارات اللحمة. بهارات اللحمة جاية من عند العطار يا جماعة، وهي بودر كده، بس هي بيبقى طعمها حلو بصراحة وطعمها نفاذ وجميلة. تمام. ضفت كمان معلقة من السمنة البلدي. هفضل بقى بصوا يعني أفرم بإيدي كده كل المكونات الجميلة دي. طبعا الجلد اللي طالع ده كله من اللحمة أنا هركنه على جنب، بس هستخدمه مش هرميه يا جماعة. هفضل اقلب فيها لغايه لما تطلع نسائل كده، هغطيها واسيبها في التلاجة. ونيجي بقى للخضار بتاعنا. الخضار حسب ما انتوا عايزين. عايزين بقى بسله، عايزين معاها جزر، عايزين بطاطس وكوسه اي حاجه. انا النهارده هستخدم يا جماعه كوسه. الكوسه دي طازه ولسه جايه لي، كان يومها يعني يوم ما انا كنت بعمل الاكله دي. تمام. كانت طازه، فبالنسبه لي الكوسه الطازه دي كانها كنز في البيت. بستخدمها يومها. تاني يوم بقى ببقى روحها قصيره وبتبوظ على طول يا جماعه، فانا بستخدمها في يومها خلاص. واستخدمت كمان معايا بطاطس تقريبا كده نص كيلو من البطاطس خلاص. واستخدمت كمان بصلايه. انا البطاطس اللي عندي يا جماعه حجمها يعني فوق المتوسط بحاجه بسيطه، فانا هقطعها كده شرايح بسيطه علشان خاطر تستوي بسرعه في الفرن. خلاص. لو عايزين كمان الصينيه دي تستوي على البوتاجاز من فوق، او اي حد مثلا لو عندكم ناس مغتربين، او مثلا في طلبه بيبقوا قاعدين لوحدهم وبيطبخوا لوحدهم، ممكن يساوي الاكله دي كلها تستوي على النار من فوق على نار البوتاجاز. تمام. مش لازم ابدا ابدا يا جماعه فرن. وهتشوفوا دلوقتي التكنيك اللي هنعمله في الصينيه دي او الطاجن ده، هيستوي عادي جدا جدا معاكم على البوتاجاز. خلاص. هنقطع البطاطس شرايح رفيعه زي ما قلت لكم يا جماعه علشان ما تبقاش عريضه، واللحمه المفرومه تستوي او الكفته تستوي بسرعه، وهي ما تستويش. انا مش عايزه يا جماعه الحاجه تبقى طعمها مختلف عن الحاجه التانية، لا انا عايزه تبقى البطاطس دايبه وكمان اللحمه المفرومه. خلاص. وارجع واقول لكم تاني، الخضار حسب ما انتوا بتحبوا. عايزين تضيفوا فلفل الوان براحتكم، عايزين تضيفوا بسله جزر اي حاجه براحتكم. انا عايزه واحده تطلع لي في التعليقات وتقول انت بتتكلمي كتير او بتلوكي كتير او والله ما هرد عليكم، وهتكلم براحتي وهقول اللي انا عايزاه. ناس كتيره بتكتب لي كده في التعليقات، سواء في اي منصه بقى، المنصه الزرقاء، المنصه السوداء، المنصه الحمراء. والله العظيم يا جماعة ما هرد عليكم، برضو هتكلم زي ما انا عايزة. ليه؟ لان دي قناتي وانا حرة فيها. انتوا مش عاجبكم بقى الكلام وعاجبكم الاكل بتاعي، يا تقعدوا تتفرجوا وتسمعوني، يا اما ما تقعدوش. بس كده. عملت ايه يا هلا دلوقتي؟ قطعنا البطاطس والبصل والكوسه. ضفت ربع معلقه ملح، ربع معلقه فلفل اسود، وكمان رشه من الزيت. رشه الزيت دي تقريبا معلقه. وهقول لكم على حاجه يا جماعه، الفلفل الاسود اللي عندي فيه جميع انواع البهارات، في كل حاجه، يعني مش محتاج ريحه الفلفل الاسود بتاعي لوحده، ما يحتاجش اي بهارات. عشان كده انا ما بستخدمش كميه بهارات كبيره لدرجه ان مثلا ان انا في كل مرحله من الطبخه اضيف بهارات اضيف بهارات. لا يا جماعه، انا ما بضيفش بهارات خالص خالص خالص، غير بسيط جدا. حتى لو تلاحظوا ان انا ضفت البهارات بتاعه اللحمه، حاجه بسيطه جدا جدا عليها. تمام. انا عملت ايه دلوقتي؟ اخدت قطعه من اللحمه المفرومه صبعتها كده بايدي، وبعد كده ضغطت عليها زي الكباب التركي يا جماعه. عارفين الكباب التركي اللي هو بيبقى بتصبع كده زي ما انا بعمله بالظبط؟ صباع زي صباع الكفته عادي جدا، وتضغطي عليه ضغطه بسيطه جدا جدا، بس كده. هو ده اللي انا عايزاه. تمام. هخلص كل الكميه وارجع لكم يا جماعه. انا خلصت كل الكميه اهي. طبعا الصينيه صغيره على كميه اللحمه المفرومه اللي عندي، فانا حطيت كده عكس عكاس، يعني واحده بالطول واحده بالعرض كده، يعني لغايه لما مليت الصينيه وبقت زي الفل. بعد كده ايه بقى؟ هنعمل صوص خطير يا جماعه للطاجن اللي احنا بنعمله ده، او الصينيه اللي احنا بنعملها. بتعملي ايه هلا دلوقتي؟ بصوا يا جماعه، صلوا على النبي كده. انا معايا طماطميتين حلوين كده دمهم زي العسل. هنجيب الكبه بتاعتنا وننزل فيها بالطماطم، وبعد كده هنجيب 4 فصوص من التوم او 5 فصوص من التوم. بصراحه التوم اللي عندي ده كان رفيع شويه، فاستخدمت تقريبا 8 فصوص ولا حاجه. هنضرب كل الكلام الجميل ده كله مع بعض في الكبه. لو انتم ملاحظين انا ما غسلتش الكبه من اول ما بدات الاكله يا جماعه، ما غسلتهاش. خلاص بقى، خلاص هي اكله كلها على بعضها كده. بنعمل ايه؟ الصوص.
لو انتوا اخدتوا بالكم كده من الاول انا ما رميتش الميه بتاعه البصل والفلفل. طيب يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي يا هاله؟ واحده واحده كده عليا، زي ما احنا كده يا جماعه الخليط اللي احنا فرمناه في الكبه اهو، هننزل عليه بقى بمرقه ال11 بهار، مرقه ال11 بهار، ودي بتتباع يا جماعه في اظرف صغيره كده. طيب معانا ميه البصل وميه الفلفل زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعاها كمان الدهن اللي كان خرج من اللحمه. تمام، هنقلب كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه. عايزين تضيفوا بقى ملح صغير، فلفل اسود صغير، حاجات كده بسيطة، عايزين زي ما انتوا عايزين. بس انا هضيف كده شعرة صغيرة جدا من الفلفل الاسود. تمام، ولو احتاجت ملح كمان هضيف، انا ضفت كمان شوية صغيرين جدا، يعني يعتبروا كده ايه، معلقة صغيرة ملح فلفل اسود بس كده، مش اكتر ولا اقل، عشان ما يبقاش الموضوع معايا مملح زيادة عن اللزوم. لو انتم ملاحظين ان انا مش مملحة الكفتة كويس، مش مملحة البطاطس كويس، ليه؟ علشان لما بتشرب المية دي كلها يا جماعة، الملوحة بتاعت الكفتة والملوحة بتاعت البطاطس بتشد، بتبقى حادقة، انا مش عايزاها حادقة او حيائها طالع. في ناس كتيرة بيقول عليها حياء، بس احنا بنقول عليها حادقة. تمام يا جماعة، انا هنزل بقى بكل التتبيلة الجميلة بتاعت الطماطم ومية البصل ومية الفلفل والحاجات الجميلة والثوم بصوا ريحتها خطيرة من الاول كده. تمام، انا معايا ورقه زبده، انا هجيب ورقه زبده على طول الصينيه واطول حاجه بسيطه، هبلها ميه يا جماعه واكرمشها كده علشان خاطر تبقى ثابته، ما تبقاش في الفرن، ممكن تتحرق في الفرن يا جماعه، فلازم ناخد بالنا. وعلى قد ما اقدر كده من الجوانب، وهدخلها جوه الصينيه علشان خاطر ما تفكش مني في الفرن، وهدخلها على الفرن على درجه حراره 200، وهتستوي معايا بالظبط يا جماعه نص ساعه، وهتطلع بالعظمه دي. عايزه تحطيها بقى على الشوايه براحتك، عايزه تسيبيها زي ما هي براحتك، بس انا بعد النص ساعه شلت الورقه يا جماعه وحطيتها على الشوايه تقريبا 3 دقايق مش اكتر ولا اقل، وخرجت بالجمال والعظمه دي. وانا عايزاكم بقى تجربوا الوصفه دي، جميله وهتكفي عيله. عايزه تقدميها مع رز، عايزه تاكليها مع عيش وسلطه، انت وراحتك يا ست الكل. تعالوا بقى نعمل الوصفة الجميلة اللي هتكفي فعلا عيلتين مش عيلة واحدة. انا معايا صدور من الفراخ، الوصفة دي يا جماعة ممكن تستخدموا فيها اوراق مخلية. تمام. تمام، طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا هجيب الصدور زي ما حضراتكم شايفين كده، وهقطعها مكعبات صغيرة. عايزه اقول لكم يا جماعه حاجه مهمه جدا، السكينه اللي بنستخدم فيها اللحوم والفراخ ما ينفعش نستخدم فيها الخضار ولا الفاكهه. انا قلت لكم الموضوع ده كذا مره، لازم يا جماعه ناخد بالنا من الموضوع ده. حتى القطاعه اللي بنقطع عليها اللحوم والفراخ ما ينفعش نقطع عليها خضار او فواكه. قطعت كل كميه الصدور الفراخ اللي عندي، ودي كانت كيلو بالظبط يا جماعه. تمام، وهنغسلها برضو غسله كويسه، انا غسلتها بصراحه بالخل والجنزبيل البودر والملح والميه. بس بعد كده لازم اشطفها شطفه كويسه تحت الحوض، تحت الحنفيه معذره، في الحوض يعني. انا معايا ايه دلوقتي؟ 4 فصوص ثوم، معايا فلفل احمر واصفر، معايا قرنين فلفل بلدي صغيرين باردين يا جماعه، ومعايا 3 بصلات متوسطين مش كبار يا جماعه. تمام، هنجيب الكبة بتاعتنا وهننزل في الكبة بكل حاجة في الطبق عندي، الثوم والبصل والفلفل. تمام، اي نوع فلفل عندك استخدميه، مش شرط ابدا يكون عندك فلفل الوان او بابريكا اللي هي الكبيره دي، مش شرط ابدا ابدا. ممكن كمان تضيفي مثلا حزمه من البقدونس او حزمه من الكزبره. خلاص خلاص، انت وراحتك، يعني الطعم ده ليكي لوحدك انت، حسب ما انت بتحبي وحسب ما انت عايزه طعم الحاجه تطلع معاكي ايه. احنا بنعمل ايه النهارده يا هاله؟ احنا بنعمل كفته فراخ، بس كفته عالميه يا جماعه، كفته عالميه. لو عندك قطعة من الدهن الضاني هتبقى معاكي رهيبة، هتنقل معاكي الطعم 180 درجة. هنفرم كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه لغاية لما يبقى عبارة عن مبشور يا جماعة. انا مش عايزاه خالص خالص يكون مكعبات صغيرة، ولو في مكعبات صغيرة مش هيضر، انا عايزة بس اللون بتاع الفلفل كده يبان في المكونات وخلاص، مش اكتر ولا اقل. هنجيب المصفى يا جماعة وهنصفي كل الخضار اللي احنا فرمناه دلوقتي في الكبة، وكمان مش هنرمي المية بتاعة الخضار اللي احنا فرمناه دلوقتي. تمام، هناخد بقى الفراخ اللي احنا قطعناها وهنفرم
حبة بحبة. يعني ايه حبة بحبة؟ يعني شوية صغيرين بشوية صغيرين، تقريبا كده ربع كيلو فراخ بربع كيلو فراخ. هتقولي لي ليه يا هلا؟ علشان انا عايزة الخليط يبقى ناعم عامل زي المعجون بالظبط، مش عايزة فيه اي فتات ولا اي قطع لحم طرية ولا حتى خشنة. تمام. تمام. طيب خلصنا كل كمية الفراخ كده يا جماعة، وصفينا كل كمية الخضار زي ما حضراتكم شايفين. بصوا انا يعني جايبة اخري معاه، بصفيه لغاية اخر لحظة. طيب تعالوا بقى للتتبيلة بتاعتنا. معايا معلقتين من البقسماط الناعم، معلقتين من النشا زي ما حضراتكم شايفين. هتقولوا لي النشا ليه يا هلا؟ بيخلي طراوة ونعومة للفراخ مش طبيعية يا جماعة. معايا بقى نص معلقة من كل حاجة. بهارات فراخ، مرق الدجاج، معايا كمان ملح، فلفل اسود، ومعايا كمان بيكنج باودر او بيكنج صودا. الموضوع سهل جدا يا جماعة، البهارات مش كتيرة خالص 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 زي ما حضراتكم شايفين. التتبيلة سهلة والتتبيلة بسيطة، وهتعمل معانا كمية حلوة جدا جدا يا جماعة. ما تأثروش ابدا ابدا في النظافة بتاعة الفراخ، علشان خاطر برضو بتعتمد عليها الطعم ما يكونش زفر يا جماعة. معلش انا اسفة في الكلمة. خلاص. انا ضفت دلوقتي ايه؟ نص معلقه من هريسه الشطه، نص معلقه من هريسه الشطه، معلقه سمنه بلدي، معلقه زيت، وبس كده يا جماعه. الموضوع سهل وبسيط. ما عندكيش هريسه شطه استغني عنها خالص، ما فيش اي مشكله. ممكن تضيفي البابريكا المجففه او الفلفل الاحمر المجفف بتاعنا العادي جدا البودر. هنقلب كل الكميه دي كلها مع بعضها والمكونات كلها تتجانس يا جماعة، ونقلب من تحت لفوق عشان نتأكد ان البهارات كل كمية الفراخ شربت البهارات اللي عندنا او التوابل اللي عندنا. هنغطي عليها ونسيبها بقى في التلاجة ساعتين تلاتة. يا سلام بقى لو هتتبليها من بالليل لتاني يوم هتلاقي نتيجة عظمة. طيب انا بغرز صباعي في الفراخ ليه يا جماعة؟ علشان اوريكم القوام. كانت الاول كده دايبة وعاملة زي المية تحت ايدي، دلوقتي لا، ماسكة شوية وشدت معايا. خلاص. انا معايا طبق فيه شويه من الزيت، تقريبا معلقتين من الزيت، ومعايا سيخ او اي حاجه يا جماعه. لو عندكم العصيان بتاعه الشيش طاووق مفيش مشكله. هنبل بس ايدينا كده زيت، وكمان هنبل السيخ اللي احنا هنشتغل بيه من الزيت. طيب ناس كتيره ما بتعرفش تصبع الكفته خالص يا جماعه على السيخ. هقول لكم على حاجه سهله جدا. هنصبع اي كفته على ايدينا، بعد كده هندخل السيخ كده بشويش من النص في الكفته. بعد كده يا جماعه هنصبعها بصوابعنا، بس ما نضغطش بصوابعنا للاخر بحيث ان احنا نفعص في الفراخ. لا انا مش عايزه التفعيصه دي. بصوا بالراحه بالراحه، تلامس بالراحه، يعني بشويش خالص في راحه ايدك كده او في كف ايدك زي ما احنا بنقول بالبلدي كده، في كف ايدينا. وبعد كده نضغط بصوابعنا بشويش خالص خالص. هيطلع معانا صباع كفته في ثانيه الا ثانيه، وتشديه من السيخ وخلاص على كده. واول لما تتاكدي ان السيخ نشف معاكي والفراخ نشفت، لا خرجيها. ولازم السيخ يا جماعة يتبل من الزيت علشان خاطر نعرف نسحب منه الفراخ بكل سهولة. تمام. وانا عايزه التجويفه بتاعه الفراخ من جوه دي ضروريه علشان تاخد السوى التمام، لان الفراخ دي يا جماعه ما بتاخدش سوى خالص في الفرن. وانا بصبع كده الفراخ، انا فتحت الفرن على درجه حراره 180 والشبكه في الرف الوسطاني. خلاص يا جماعة، خلصنا كل كمية الكفتة اللي معانا او كفتة الدجاج اللي معانا. هنعمل ايه؟ هندخلها الفرن. هتقعد بالظبط يا جماعة تلت ساعة، تلت ساعة في الفرن. انا ما بشغلش عليها الشواية خالص خالص. تعالوا بقى نعمل لها التشريبة او حاجة كده هنمسح بيها الفراخ من فوق علشان تدينا اللون الذهبي، مش عايزينها اللون الابيض زي ما احنا عملناها. انا معايا المية بتاعة البصل والتوابل اللي احنا فرمناهم في الكبة، وهنزل عليهم كمان بمعلقة من الكاتشب. الكاتشب البيتي يا جماعة احنا عملناه مع بعض الاسبوع اللي فات، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. تمام. هنجيب بقى الفرشة بتاعتنا وهندهن الفراخ الجميلة العظيمة بتاعتنا بالتتبيلة الحلوة الخطيرة دي. شايفين يا جماعة التتبيلة عاملة ازاي؟ اقول لكم بقى التتبيلة دي انا عملت بيها ايه كمان غير ان انا دهنت بيها الفراخ. انا جبت عيش بلدي ودهنت بيها العيش البلدي ودخلته الفرن يتأمر. مش عايزة اقول لكم بقى كان خطير. تعالوا نعمل بقى شوية مكرونة كده، اللي عشان اللي بيحب المكرونة مع الفراخ. احنا عندنا حزبين في البيت، حزب بيحب كفتة الفراخ معاها مكرونة، والحزب التاني بيحب العيش المقمر او العيش المحمص في الفرن. خلاص يا جماعة، خلاص لازم نرضي جميع الأغراض علشان أنا واحدة بسمع الكلام. طيب أنا عملت إيه؟ معلقة سمنة، معلقة زيت، ومعايا معلقة هريسة شطة. الطماطم اللي أنا بنزل بيها دي يا جماعة دي الصلصة اللي أنا عملتها للبيتزا والمكرونة مع بعض، عملناها مع بعض ونزلتها في القناة ونزلتها في كل مكان.
وهسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف تحت علشان تشوفوا انا عملتها ازاي. فيها التتبيلة بتاعتها كلها، فيها كل حاجة. وكمان ده كيس شوربة عندي في الفريزر، شوربة سمينة كده حلوة. طبعا يا جماعة لما بيكون عندنا بط، عندنا لحمة، عندنا مثلا حاجة سمينة، لازم ناخد منها كيس وفي الفريزر على طول. علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الازمات دي. طبعا انا مش طابخة حاجة بشوربة النهاردة، فلازم استخدم كل حاجة. تمام. خلاص معايا التتبيله والخليط ده كله تجانس مع بعضه وغلى كده وبقى جميل وبكبك مع نفسه. هننزل بكميه المكرونه. انا هنزل بالمكرونه الخواتم دي، انا بحبها بصراحه. المكرونه فيها ميزه بقى يا جماعه عشان ما تتعجنش معاكم. هتعملوا ايه؟ هي دلوقتي بتبكبك اهو، انا معليه عليها النار، مش هغطي عليها دلوقتي غير لما تبكبك معانا وانقلها على العين الصغيره بتاعه القهوه يا جماعه. هغطي عليها واوطي عليها النار نهائي خالص، يعني يبقى بصوا درجة كده ايه، شمعة. واسيبها بالظبط بالظبط تلت ساعة. هتفتحي عليها تلاقيها كده، تقولي يا هلا المكرونة بيضة. اصبروا يا جماعة، انا ما بقلبش المكرونة الخواتم عشان لو قلبتها هتتهرس معانا وتبقى عاملة زي المعجون. مع ان الماركة بتاعتها كويسة من النوع اللي ما بيتعجنش، بس برضو هنجيب بقى من تحت لفوق. هتشوفوا الصلصة عاملة ازاي، لونها خطير. لونها يا جماعة يفتح النفس وطعمها رهيب. على فكرة الصلصة اللي انا عاملاها دي مش عايزه اقول لكم رهيبه، هي فوق الرهيبه بشويه، لازم تجربوها. الصلصه دي كانت عندي في التلاجة، ممكن تقعد معاكم شهر كامل يا جماعه، مش هيحصل لها اي حاجه. بس تعملوها بالتكنيك اللي انا عملته قبل كده معاكم. خلاص. في اثناء بقى ما احنا سوينا المكرونه يا جماعه والعيش بتاعنا، خلاص الكفته بتاعتنا خرجت من الفرن مولعه موحوحه ورهيبه. شايفين بقى الطعم الخطير بتاعها عامل ازاي؟ طعم ايه؟ الشكل بتاعها عامل ازاي؟ يعني بصوا مش عايزه اقول لكم طعمها كان عامل ازاي. والله يا جماعه دي من احسن انواع الكفته اللي ممكن تعملوها. عايزين تعملوها باوراق مفيش اي مشكله، صدر مفيش اي مشكله. بس الصدر يا جماعه لو انتوا هتضيفوا عليه الاضافات اللي انا هضيفها دي يبقى الصدر احسن لكم بصراحه. هنجيب بقى العيش اللي انا امرته كده في الفرن زي ما حضراتكم شايفين. انا عملت 5 ارغفه عيش. ده العيش البلدي بتاعنا عادي، بتاع بطاقه التومين العاديه. وهنجيب بقى شويه اي خضره عندنا، اي شويه جرجير عندنا علشان بس الشكل العام يبقى حلو. عايزين تعزموا حد على الصينيه الجميله دي، مش هتاخد معاكم نص ساعه. جايين من الشغل متاخر ومش عارفين تعملوا ايه، الصينيه مش هتاخد في ايديكم 10 دقايق. لو انتم متبلين الفراخ من بالليل مش هتقعد معاكم حاجه خالص يا جماعه. اكله سهله وبسيطه موفره، وبتديكي كمان شكل ومنظر ان انت عازمه عيله معاكي، يعني هتكفيكي وهتكفي عيله كامله. لو انت عايزه تعمليها بربع كيلو فراخ هتكفيكي. لو انت مثلا اسرتك 3 افراد ولا حاجه تعمليها بربع كيلو، لا هتكفي وهتفيد معاكي كمان. ما تخافوش يا جماعه. ولو انتوا عايزين تعملوا منها كميه كبيره وتصبعوها وتفرزوها في الفريزر مفيش اي مشكله. هيبقى الموضوع معاكم سهل جدا، خصوصا ان احنا ايام امتحانات دلوقتي ومعظم الامهات ما بتكونش فاضيه ان هي تقف في المطبخ فتره طويله. فالموضوع ده هيبقى سهل معاكم جدا جدا. والتزيين والشكل يا جماعة حسب ما انتوا بتحبوا. احنا بنحب بصراحة الشكل ده اللي قدامكم. الكفتة كده ما ينفعش احطها على على السفرة غير بالشكل ده. شكلها حلو كده وطعمها خطير، وبعدين جوسي كده من جوه يا جماعة، وما نشفتش خالص معانا. حتى اتفرجوا كده على الكفتة عاملة ازاي. بصوا بصوا استنوا هوريكم. بصوا من تحت عاملة ازاي. بصوا يا جماعة طرية وناعمة دايبة دوب كده، بتدوب دوب. خطيرة. انا عايزاكم تجربوها بطريقتي وتقولوا لي رأيكم فيها. وانا عايزة يا جماعة عايزاكم تقولوا رأيكم بكل صدق في الفيديوهات اللي انا بعملها. شايفين العصير الخطير ده يا جماعة ولونه التحفة. العصير ده يا جماعة يعادل 3 علب فيتامينات من اللي بنشتريها غالية جدا جدا في الأسواق. تعالوا يلا نبتدي واقول لكم بيتعمل ازاي. اول حاجة هنعملها نسمي بالله الاول طبعا. انا معايا كيلو من البنجر، البنجر العادي جدا اللي احنا بنشتريه من اي سوق يا جماعة. والبنجر انا اشتريته ب20 جنيه، وبصراحة كل لما الاقيه في السوق اشتريه فورا، ما بترددش نهائي نهائي. خلاص انا بعمل ايه الاول في البنجر؟ انا بنقعه في الميه لغايه لما الطينه اللي عليه يعني تنزل شويه او تتخمر شويه علشان خاطر اقدر اغسله من بره كويس جدا. تمام. اولا البنجر يا جماعه فيه فوائد لا تحصى ولا تعد، سبحان الله. يعني مش عايزه اقول لكم البنجر ده لما باكله بيحصل لي ايه في جسمي. اولا بيبقى عندي خمول، بيبقى عندي ارهاق، بيبقى عندي اكتئاب.
كل لا ما تتخيلوا يا جماعة اللي بيبقى عندي البنجر بيوديه في ثانية. يعني بصوا بيختفي العصير ده، بيخلي كل حاجة تعباني حقيقي بتختفي. وانا عايزاكم تجربوه، الكبار قبل الصغيرين. ولو انت عندك اولاد، طبعا كلنا داخلين على امتحانات، كل البيوت دلوقتي فيها امتحانات يا جماعة، فلازم تعملي العصير ده. وهقولك كمان البدايل بتاعته، لو الولاد ما حبوش الطعم بتاعه هتعملي فيه ايه. انا عملت ايه؟ انا عندي سفنجة مخصصة ان انا بغسل فيها الفواكه والخضار يا جماعة. هجيبها كده بالراحة كده بشويش، وهغسل كل كمية البنجر. بس هنزل بقى بعد كده تحت الحنفية واغسلها واشطفها شطفة كويسة. بعد كده هجيب المقص واشيل الشراشيب دي كلها من فوق ومن تحت. دلوقتي يا جماعة ما عادش في حاجة ليها مواسم. يعني انا كنت بشوف البنجر ده مع اللفت، عارفين اللفت اللي هو بنعمله مخلل طبعا، كان بيظهر معاه وكان بيظهر وقتها. دلوقتي موجود صيف شتاء ربيع خريف، ما عادش فيه حاجة بتختفي، كل حاجة بقت موجودة. تمام، هنشيل كل الشراشيب الموجودة دي كلها في البنجر. انا يا جماعة قبل كده عملت فيديو كامل عن وصفات البنجر، عملتها مقبلات، عملتها من السلطة، عملتها من العصاير، عملتها مخلل، كل ما تتخيلوه عملته من البنجر. وحقيقي البنجر ده كنز في الأسواق، محدش يعرف قيمته غير الناس اللي جربته. زي حالاتي كده، انا واحده من الناس يا جماعه ما كنتش بحب البنجر خالص خالص وانا صغيره، يعني من زمان بقى. دلوقتي انا عارفه قيمته كويس جدا لاني جربته وعرفت الفرق. تمام. خلاص، خلصنا كل كميه البنجر وشلنا الشراشيب بتاعته او العروق بتاعته او العرايش بتاعته. هنجيب بقى حله غويطه كده وننزل بكل كميه البنجر، ونغمرهم بالميه ونرفعهم على النار، ونسيبه لغاية لما يستوي تماما. هو تقريبا قعد ساعة الا ربع معايا يا جماعة، بس انا اول ربع ساعة بسيبه يغلي على نار عالية. بعد كده بهدي عليه النار علشان المية تدخل جوه البنجر من جوه وتستوي، ويبقى انا عايزة كده البنجر يبقى عامل زي الزبدة في ايدي، ما يبقاش يعني ناشف، عشان لما اجي استخدمه يعني يبقى طري معايا كده وزي الزبدة لما اجي اقطعه، ما يبقاش كتل صغيرة وما نعرفش مثلا امضغه لو انا عايزة اعمله سلطة، او مثلا لو هعمله عصير زي ما هعمله دلوقتي يبقى فيه كتل صغيره كده ويقرش تحت الاسنان. لا، انا مش عايزه الكلام ده خالص. انا بعد لما طفيت عليه النار يا جماعه غطيت عليه لغايه لما برد او بقى دافي، يعني نوعا ما بقى دافي كده شويه، ما بيبقاش بارد قوي ولا سخن قوي. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هقشر كل كميه البنجر دي كلها علشان استخدمها، والتقشير بتاعه بيبقى سهل جدا. عايزه تتاكدي ان البنجر استوى وهو على النار، وهطفي النار امتى؟ هتجيبي السكينة وتغرزيها في قلب البنجراية، هتلاقي السكينة خارجة وطالعة كده يعني بكل سهولة، مفيش حاجة بتشك جوه. لو في حاجة بتشك يبقى لازم يقعد على النار كمان، يعني على الأقل 10 دقايق ولا حاجة. شايفين القشرة لوحدها بتتشال، مش محتاجة سكينة بصراحة، مش محتاجة سكينة. البنجر ناعم جدا جدا يا جماعة، وما تخافوش. في ناس بتقول ده في بنجر من جوه بيبقى مليف وفي بنجر، ايه المشكلة يا جماعة لما يبقى مليف من جوه ولا يبقى مثلا في خيوط او في اي حاجة؟ بصوا، لو بنجر رفيع، بنجر تخين، بنجر عريض، بنجر طويل، بنجر جواه خيوط، بنجر ناعم، يا جماعة فايدة البنجر فيها هي ما بتتغيرش. كل الفرق بس ان انت لو لقيتي البنجرايه خشنه من جوه وفيها عروق، استخدميها للسلطه، استخدميها للمخللات. لكن لو لقيتي البنجرايه ناعمه زي اللي انا بعملها دلوقتي كده، اعملي بيها كل حاجه وما تخافيش. تمام يا جماعة. تمام. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا جبت علبة تلاجة، لان انا بصوا، انا لو هستخدمه طول الاسبوع زي ما انا بعمله كده، هقطعه نصين وكل نص هقطعه نص، يعني هقطع البنجرية الواحدة 4 على 4 قطع. تمام، يعني كل واحدة هقطعها ربع 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 ربع. خلاص يا جماعة، ده لو انا هستخدمه على طول زي ما انا هستخدمه كده. لكن لو هستخدمه مثلا بعد فترة شهر ولا حاجة، او جايبة كمية وعايزة افرزها، يبقى انا اقطعها زي ما انا بقطعها كده، وفي كل كيس هتحطي مثلا فيها 2 أو 3 بنجرات على حسب انت هتطلعي قد ايه وهتستخدمي قد ايه. تمام. انت ممكن تستخدمي للعصير حاجات بسيطة جدا. طيب تعالوا بقى نعمل أجمد عصير ممكن تشربوه في حياتكم، مضاد للأكسدة، مضاد للاكتئاب، فيه كمية فيتامينات وحديد ومعادن رهيبة. لو عندك طفل خملان زعلان متضايق مش عايز يذاكر، الحصيلة الدراسية بتاعته ضعيفة جدا ومش متقبل أبدا الامتحانات زي كل الأولاد اليومين دول،
اعملي العصير اللي انا هعمله دلوقتي ده، فيه كمية فيتامينات ومعادن، ويعني بيخلي الطفل كده نشاط مش طبيعي، على فكرة بيشبع، بينظف القولون نظافة مش طبيعية يا جماعة. العصير ده اعتمدوه دايما، كل اسبوع اعملوا ولو حتى مرة تنظفوا القولون وتنشطوا عندكم الدنيا كده، بدل ما احنا كده خملانين وزعلانين وهفتانين. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا اخدت بنجرايه ونص من البنجر اللي انا كنت حطاه في التلاجة. تمام، ده تاني يوم يا جماعة انا كنت حطاه في التلاجة. خلاص، معايا تقريبا نص كيلو من الفراولة المتفرزة عادي جدا عندي في الفريزر. وكمان انا كنت سلقة جزرتين يا جماعة، بس ومش اكتر ولا اقل، وبالمية بتاعتهم حاجة بسيطة جدا جدا، يعني لا تعادل ربع كوباية مية ولا حاجة. هنزود على كل كمية الفيتامينات دي ايه، ممكن نزود عليها نص لتر مية، لتر مية زي ما انتوا عايزين. انا هزود عليها نص لتر من المية، وهحليها بالعسل الابيض او العسل النحل. انا عارفة ان معظم ولادنا ما بيحبوش العسل الابيض، والله دي عقدة يا جماعة عند كل الناس، مش عندي بس اللي بتتفرج عليه وتقولي اه يا هالة انت بتتكلمي جد، والله انت بتشرحي الحاجة. دايما اقابل ناس واشوف ناس وناس تقول لي انت بتقولي الحاجه اللي احنا عايزين نقولها، انت بتقولي الحاجه اللي احنا حقيقي بتيجي تتكلمي نحس ان انت معانا في البيت. يا جماعه والله عند كل الناس نفس المشكله، عند كل الناس. الاولاد ما بيحبوش العسل، ما بيحبوش البنجر، ما بيحبوش حاجات كتيره جدا جدا. احنا بقى دورنا ان احنا ندخل الحاجات دي في حاجات مفيده يشربوها ياكلوها، علشان خاطر نحمي ولادنا من الامراض والحاجات الوحشه اللي احنا بنسمع عنها، عافاكم الله يا رب. خلاص، نضرب كل الكلام الجميل ده كله في الخلاط، وبعد كده بقى ايه، هنصب بقى في ازايز، في شفاشف، اي حاجه عندك تصب فيها. طيب يا هلا، الولاد مش متقبلين العصير ده، شايفين يا جماعه اللون بتاع العصير عامل ازاي؟ طيب بذمتكم اللون ده بعده هتحتاجوا فيتامينات، بعده هتحتاجوا اي مشروب تاني، بعده هتحتاجوا اي عصير تاني؟ نرجع لموضوعنا. العصير الجميل ده يا جماعة، لو الولاد ما تقبلوش طعمه، ولو ان طعمه خطير، طعمه حلو جدا 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 يا جماعة فوق ما تتخيلوا، يعني ناقصه يتحط كده في علبة في الفريزر ويبقى ايس كريم. هتجيب الاكياس بتاعت اللوليتا وتصب فيها العصير ده، وكأنه لوليتا بالظبط. اول لما يدخل الفريزر ويطلع الولاد هيخطفوه خطف. ودي فكرة حلوة جدا وانا بعملها على طول يا جماعة. وده انا نفسي باكل اللوليتا دي، انا نفسي بحب اللوليتا بتاعت البنجر والعصير بتاع الفراولة والجزر. ولو انتوا اللي وصلتوا لغايه دلوقتي في الفيديو يا جماعه، بتمنى منكم تعملوا لايكات كتيره وتشتركوا في القناه علشان الفيديو يوصل لكل الناس. لو بتدوري على وصفة لذيذة وسهلة لفطار أو عشاء خفيف، جربي معايا فطيرة الجلاش بالخضار والجبنة، هشة مقرمشة ومليانة نكهات جميلة جدا للأيام اللي انت عايزة فيها حاجة سريعة ومغذية في نفس الوقت. يلا بينا نشوف المكونات والطريقة خطوة بخطوة. يلا يا جماعة نسمي ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة معايا، أنا معايا جبنة فيتا، على حسب بقى، في يا جماعة جلاش 350 جرام وفي جلاش 500 جرام او نص كيلو، ده اللي هنستخدمه النهاردة. انا عملت ايه، انا معايا علبة جبنة فيتا، ومعايا كمان جبنة مثلثات او جبنة نستون، معايا كمان جبنة موتزاريلا، ومعايا الخضار الجميل بتاعنا. وانا مش هستخدم غير الفلفل النهاردة يا جماعة، كل انواع الفلفل عندي، الفلفل الاخضر والاحمر والاصفر، اي فلفل انت عايزاه، اي خضار انت عايزة تضيفيه مفيش اي مشكلة. ممكن تبشري جزر عليه، ممكن تضيفي سمسم، ممكن تضيفي حبة بركة، اي حاجة. بس دي المكونات اللي انا هستخدمها النهاردة، على حسب الحاجة اللي عندك اشتغلي بيها، حتى لو حاجة بسيطة وما عندكيش غير نوع جبنة واحد بس مفيش مشكلة، ومشي الامور والامور هتبقى معاكي تمام. احلى من الفطير الشرقي، واحلى كمان من العجن اللي احنا بنعجنه يا جماعة، نريح نفسنا شوية. وكمان الجلاش ده رخيص مش غالي ابدا يا جماعة، انا جايبة النص كيلو ده ب15 جنيه، يعني حاجة لا تذكر، والولاد بيحبوه جدا جدا جدا، سواء بقى فطار سواء عشاء، في أي مناسبة ممكن تعمليه كنوع من أنواع المقبلات في السفرة لو انت عندك عزومة كبيرة. أنا واحدة من الناس يا جماعة بحب الجلاش في كل حالاته، مسكر أو حادق أو أي حاجة. هنجيب صينية مستطيلة زي دي، أنا بصراحة برتاح فيها علشان هي بتاخد الشكل بتاع الجلاش. تمام، معايا شوية سمنة بلدي أنا مسيحاهم كده ومحتارة فيهم، ما زودتش بصراحة زيت، بس لازم تزودوا زيت يا جماعة.
انا معايا شويه سمنه كده زي ما حضراتكم شايفين. عايزين تضيفوا عليها شويه زيت تمام، مفيش اي مشكله. هنبطن الصينيه كويس جدا وهنجيب رقين فوق بعض بس باليمين وبالشمال زي ما انتوا شفتوا كده. لازم الجلاش يغطي كل ارضيه الصينيه من اليمين او من الشمال. لو عندك صينيه مدوره هنعمل لها فيديو ان شاء الله توضيحي علشان خاطر يبقى الجلاش على قد الصينيه بالظبط. تمام يا جماعه. هنحط كده راق راق وبعد كده بالفرشه وهنمشي بيه يعني بالسمنه. على فكره يا جماعه انا ما استخدمتش تقريبا 4 معالق سمنه على الصينيه دي كلها. ما تخافوش الفرشه بتدهن كل الوش فبالتالي ما بتاخدش سمنه كتيره خالص خالص. دول تقريبا ربع كوبايه سمنه انا دوبتهم وهشتغل بيهم. خلاص يا جماعة، دي سمنة بلدي اللي هي الجمسي البيضة العادي جدا. ممكن تستخدمي سمنة اي نوع سمنة من بره، اي نوع سمنة انت بتحبيها، اي نوع سمنة انت بتستخدميها. وكمان حطي عليها معلقتين من الزيت. تمام يا جماعة. هنفضل كده يعني على قد ما تقدري. ممكن مثلا تحطي 6 ورقات تحت في الصينية و6 ورقات من فوق على حسب عدد الجلاش وعلى حسب الميزان اللي عندك. مش شرط ابدا تعملي زي ما انا بعمل يا جماعة. انا قلت لكم ان انا عندي نص كيلو من الجلاش، فتقريبا هحط 6 طبقات تحت وتقريبا 6 طبقات فوق. خلاص يا جماعة. ولازم نلف الجلاش في فوطة علشان خاطر لما يجي يبرد، طبعا احنا بنخرجه من الفريزر ولازم يبرد معانا. وده جلاش بلدي يا جماعة مش جلاش مصانع. الجلاش البلدي يفرق عن الجلاش المصانع. جلاش المصانع دايما بيبقى 350 جرام، ودايما دايما دايما تلاقيه يعني ارق حاجة بسيطة من الجلاش البلدي. وكمان لما بيقعد فترة طويلة في الفريزر بيبقى مهري كده ومتفتفت معاكي، ما بتعرفيش تتصرفي فيه خالص. انما الجلاش البلدي بصراحة لفة الجلاش دي بقالها اسبوعين في الفريزر، والله يا جماعة اسبوعين بالظبط في الفريزر، مش عارفة اعمل بيها ايه. خلاص. تمام. فزي ما حضراتكم شايفين هي بحالة جيدة وبحالة صحية تمام تمام، ما فيهاش اي مشكلة. نزلت بقى بكل كمية الحشوة اللي احنا عملناها، الجبنة المثلثات والجبنة الفيتا والجبنة الموتزاريلا وعليها الخضار اللي هو الفلفل يا جماعة جميع الالوان. تمام. لو انتوا وصلتوا معايا بقى لغايه دلوقتي بتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ويا ريت يا جماعه تعملوا لي لايكات كتيره جدا جدا علشان الفيديوهات توصل لكل اصحابكم. خلاص. هنيجي بقى خلاص ظبطنا كده الاطراف بتاعه الجبنه او الحشوه بتاعتنا وظبطناها من كل النواحي علشان خاطر ما يبقاش في حاجه يا جماعه حته فيها مثلا جبنه وحته لا. تمام. طيب هنعمل ايه يا جماعه؟ دايما اعتمدوا ان النص بتاع الجلاش سواء اول طبقه تحت الجبنه او الحشوه واول طبقه فوق الحشوه تبقى هي الجلاش المتقطع. يعني اكيد اكيد بيبقى فيه مثلا جلاش متقطع، جلاش فيه حاجه. تمام. على فكره انا بستخدم ورقتين فوق بعض، يعني مش واحده بس برصها كده يمين وواحده برصها شمال. لا، انا اللي فوق ده يا جماعه استخدمت ورقتين فوق بعض، كل اتنين رصتهم كده لوحدهم. تمام. وهدهن برضو دهنة سمنة كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. في الوقت ده يا جماعة انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180، وهسيب الشبكة في النص على درجة الحرارة 180. تمام. يعني الجلاش ده هيستوي على الشبكة في الرف الوسطاني، هياخد معانا بالظبط 10 دقايق. طيب هتتأكدوا ازاي انه هيستوي؟ هقول لكم يا جماعة. اول لما تلاقي الطرف كده بقى لونه متغير على طول او بقى لونه ذهبي، تشيليه على طول من على الفرن من تحت، تطفي الفرن من تحت وتولعي الشوايه. خلاص. لو انتي مش هتحطي حاجه على وش الجلاش او على وش الفطيره، مش محتاج ابدا ان انتي تولعي الشوايه. خلاص. هياخد لونه هيبقى كويس جدا لو انتي حاله الفرن عندك كويسه وحالتها كويسه. تمام. مفيش اي مشكله. لو انت شايفه ان هو ما اداش لون عندك او ما اداكيش اللون اللي هو ذهبي، لا شغلي الشوايه مش هياخد في ايدك، يعني ثانيتين 3 كده زي ما انا بعمل بالظبط. طيب على الوش هنعمل ايه؟ هنجيب بيضه وكوبايه من اللبن ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنقلبهم كويس جدا جدا علشان نسقي بيها الفطيره بتاعتنا. لو عندك بيكنج باودر حطي ربع معلقه بيكنج باودر، هيفيدك جدا جدا، وهتلاقي الجلاش معاكي مورق بطريقه مش طبيعيه وطعمه حلو جدا. بالمناسبه يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه في الجلاش. انواع الجلاش برضو زي ما قلت لكم في الاول بتختلف من جلاش للتاني. لو جيتي فكيتي الجلاش ولقيتيه معاكي ناشف جدا وعايزه تعملي بيه اي حاجه حلوه مع السمنه او مع الزيت اللي انت هتدهني بيهم الجلاش، حطي ربع معلقه بيكنج باودر على السمنه.
تمام. ربع معلقه بيكنج باودر مع السمنه. لو عندك الجلاش ناشف قوي قوي بعد ما طلع من الفريزر ولقيتيه ناشف كده ومحطب وخلاص هيتكسر منك، هيمشي معاكي كويس جدا. بعد ما سقيت بقى الجلاش بتاعي بالخليط بتاعي اللي هو اللبن والبيض والفلفل الاسود، هنجيب بقى الخضار اللي عندنا، الفلفل الالوان احمر واصفر واخضر يا جماعه، وشويه من الجبنه الموتزاريلا، وشويه من حبه البركه او الحبه السوداء بتاعتنا، وهندخل الفرن بقى. الجمال والعظمه والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي بصراحه اخف والذ واسرع فطيره شرقي ممكن تاكلوها في حياتكم، سواء للعشاء بقى للفطار، تقدموها لاي حد جاي لكم يا جماعه. والله بصراحه بالنسبه لي يعني ده حل امثل. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم التوريقه بتاعه الفطيره عامله ازاي. تحفه يا جماعه، تحفه، طعمها خطير جدا جدا. وكانت يعني بصوا كانت ميكس كده بين المقرمشه وبين الطريه، بتاكلوا حاجه كده بتدوب في البق وطعمها حلو جدا جدا. جربوها وهستنى رايكم يا جماعه. وتعالوا يا جماعة كده نسمي بالله. وأول حاجة هنعملها في الحر اللي احنا فيه ده الآيس كريم. انتوا طلبتوا مني كتير آيس كريم التمر أو آيس كريم معجون التمر. النهاردة هجيلكم بنوعين من الآيس كريم، مفيش أسهل ولا أسرع من كده، ومن غير أي أدوات ممكن تشتغلي فيه. النهاردة معانا ايه يا جماعة؟ معايا كيس من معجون التمر اللي احنا عملناه قبل كده. لو انتوا ما شفتوش الفيديو بتاع تحويل التمر لمعجون التمر، أو زي ما احنا بنقول كده يا جماعة بالبلدي عجوة، احنا عملنا العجوة في البيت بكل تفاصيلها وبكل المكونات اللي موجودة عندنا في البيت، والتمر بتاع رمضان كله خرجناه كده مرة واحدة وعملنا ايه؟ معجون التمر الجميل. هنجيب كيسة من الفريزر زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة. التمر اللي احنا بنعمله في البيت بيبقى طري غير اللي بيجي من بره. اللي بيجي من بره بيبقى لازق في بعضه علشان ما بيبقاش بيور زي اللي احنا عاملينه كده في البيت، ما بيبقاش كله تمر او كله بلح. ليه يا هاله؟ هتقولي لي ازاي؟ هقول لكم يا جماعه، بيبقى ضايفين عليه دقيق علشان خاطر يبقى جاف وناشف ويعرفوا يقطعوه في المصانع يبقى قطع. طيب انا عملت ايه؟ جبت الكبه وفضيت فيها كل كميه التمر او معجون التمر اللي عندي. معايا ربع كوبايه من لبن البودر، معايا نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام او الكريمه اللباني البودر، ومعايا كوبايه لبن، ومعايا نص كوبايه علبه من القشطه. تمام يا جماعه. طيب يا هلا ما عندناش قشطه، مفيش اي مشكله، مش هتقولك لا، عادي مفيش اي مشكله خالص يا جماعه. بس انا بقول علشان خاطر نزود الطعم شويه، يعني يبقى الفليفر بتاع الايس كريم يبقى احسن شويه. تمام. لو انتم ملاحظين يا جماعه ان انا ما زودتش سكر خالص، الموضوع مش محتاج سكر. اظن التمر والبلح يعني عباره عن سكر وكراميل في نفسه كده. هنضرب كويس جدا جدا، وهنشوف هنحتاج حليب او لبن تاني ولا لا يا جماعة. تمام. انا لقيت القوام تقيل جدا جدا، يعني يا جماعة لو عايزين تعملوا كمية صغيرة اعملوا نص الكيسة اللي انا عملتها دي او نص العبوة اللي انا عملتها دي. هزود كمان كوباية الا ربع من اللبن. تمام يا جماعة. سعة الكوباية اللي عندي دي 300 ملي مش 250 ملي، يعني احنا دلوقتي استخدمنا نص لتر من اللبن. نص لتر يا جماعة من اللبن. تمام. على الكيسة دي كلها، ونص كوباية من الكريم شانتيه، وربع كوباية من اللبن البودر. تمام. مفيش اي مشكلة. ونص كوباية من القشطة علشان يعني ايه نبقى مع بعض كده، او 100 جرام من القشطة. القشطة البلدي يا جماعة، مش القشطة بتاعة الحليب بتاعنا او اللبن، لا، هي القشطة البلدي اللي بتتجاب من اي سوبر ماركت او من عند اللبان. خلاص ضربنا كل المكونات الجميلة دي كلها مع بعض. ولازم طبعا يا جماعة ادوق الطعم علشان خاطر اقول لكم رأيي، مش اكتر ولا اقل. انا شايفة ان الطعم كده متزن، الطعم كده مش مسكر زيادة عن اللزوم، مش هيجزع ابدا ابدا معانا في البق يا جماعة كده، ولا هيبقى طعمه مستفز ابدا ابدا ابدا. جميل جدا، ومن اسهل واحسن الايس كريم اللي ممكن تعملوهم يا جماعه في الفتره اللي احنا فيها دي. ناس كتيره بتفضل تقول الايس كريم بحرر، الايس كريم في دلوقتي لا علشان زورنا. لا يا جماعه، ايس كريم التمر ده كانك بتاكلي كده حاجه قشطه، وفي نفس الوقت فيه طاقه، فيه طاقه رهيبه. انت ممكن تعمليه علشان خاطر الامتحانات للولاد. بصوا بقى، انا جبت علبه كبيره وظنيت كده ان هي ممكن ايه تكون كويسه على قد الموضوع. جيت ادور على العلبه الصغيره اللي قدامكم دي ما لقيتهاش، ولما لقيتها بقى فضيتها في العلبة الصغيرة. ما حبيتش اقطع الموضوع ده يا جماعة، لازم تشاركوني كل حاجة. خلاص. هقفل العلبة كده وعلى الفريزر،
وهنشوف بقى بعد كده ايه اللي هيحصل. انا معايا نص كيلو او كيلو الا ربع من المانجا. بصوا هما مانجايتين كبار كده في الفريزر. انا بفرز يا جماعة المانجا، يعني اوقات افرزها في اكياس واوقات افرزها زي ما هي. طيب ايه هي المانجا اللي انا بفرزها زي ما هي كده حباية على بعضها؟ وهتشوفوا كمان معايا ان شاء الله هنبقى نفرز مع بعض المانجا، او هطلع لكم مانجايه من الفريزر اوريكم انا بفرزها ازاي. دي مانجا يا جماعه نعومي، مش مانجا زبده. المانجا الزبده انا بقطعها في اكياس، اما النعومي يا جماعه او الكيت علشان خاطر انا بستخدمهم في الحلويات وفي الايس كريم على طول، فانا بسيبهم زي ما هم كده، بغسلهم بشطفهم كويس جدا وبفرزهم بطريقه معينه هتشوفوها معايا بعد كده. ماشي. انا نزلت بكل كميه المانجا اللي عندي يا جماعه، ونزلت برضو بنص كوبايه من اللبن البودر وكوبايه كبيره من الكريم شانتيه، وهاخد بقى نص العلبه بتاعه القشطه. تمام. انا قلت يا جماعه طالما علبه القشطه اتفتحت يبقى لازم اعمل كمان نوع من الايس كريم، علشان القشطه لو اتفتحت يعني خلاص كده، لو قفلت عليها وسبتها في التلاجة كل سنه وانتم طيبين باظت، محدش هيجي ناحيتها تاني. هنضيف عليهم كوبايه من اللبن، وممكن نزود كمان لو المعجون هيطلع معانا تقيل شويه يا جماعه. خلاص لو انت بتحبي المعجون تقيل شويه تمام مفيش اي مشكله. هلاقي واحده في التعليقات بتقول لي انت ما ضفتيش سكر على الايس كريم بتاع المانجا. هقول لك ايوه انا ما ضفتش سكر خالص، لان المانجا النعومي فيها كميه سكر مش طبيعيه، مسكره بطريقه مش طبيعيه. انتوا يا جماعه حابين تزودوا معلقتين سكر يبقى سكر بودر. طالما هنستخدم الكبه او هنستخدم الخلاط يبقى نستخدم سكر بودر، معلقتين سكر بودر او 3 معالق سكر بودر. التحليه على حسب ما انتوا يا جماعه بتحبوا التحليه، بس بالنسبه لي كده الايس كريم ممتاز جدا جدا. ليه؟ علشان خاطر القوام بتاعه والطعم بتاعه معتدل، مش هيبقى جازع ولا هيبقى ليه طعم مختلف عن اللي احنا بناكله يا جماعه. انا ما بحبش الحاجه يكون السكر بتاعها طالع زياده عن اللزوم. ليه؟ علشان ناكل الحاجه بطعمها. الحاجه بطعمها احسن بكتير جدا جدا لما تكون مسكره وطاغيه على الطعم الاصلي اللي هو المانجا او الطعم مثلا بتاع البلح او التمر. تمام كده. فضينا كل المكونات بعد ما فرمناها في الكبه، هندخلها كده الفريزر. طبعا الحركه اللي انا بعملها دي ملهاش اي 30 لازمه، اللي انا بعملها بالمعلقه دي ولا هتطلع مجزعه ولا حاجه. هندخلها الفريزر. بصراحه انا سبتها لتاني يوم يا جماعه علشان خاطر انا خرجت بره وجيت لقيت الجريمه اللي انتوا هتشوفوها دي. يعني انا عملت الايس كريم وخرجت تمام، رجعت البيت بقى بعدها بساعتين ولا حاجه لقيت الحاجات دي. يعني انا لقيت ده في قطط كده دخلوا الفريزر يدوقوا، قالوا لي احنا يا ماما بندوق بس. يعني بصوا كانوا بيدوقوا عملوا ايه. يعني انتوا مش متخيلين بقى الصدمه اللي انا شفتها. يعني مش مستنيين لتاني يوم حتى الايس كريم يا جماعه يبرد، يعني يهدى كده شويه يتلج. قالوا لا، احنا كنا بس بنشوف الايس كريم طعمه عامل ازاي، هيكون طعمه عامل ازاي. انا نفسي اعرف يعني الايس كريم طعمه عامل. انا مش اول مره اعمل ايس كريم، دي الحاجه الوحيده اللي انا بعملها في الصيف كل يوم كل يوم. يعني العلب الايس كريم دي ما بتفضاش عندي من الفريزر خالص خالص يا جماعه. لا هم حبوا بقى ايه، يبتدوا يدوقوا الاول. ما علينا يا جماعه. شايفين بقى المعلقه بتاعه الايس كريم ماشيه كده في الايس كريم ناعمه وسلسه. وقوام الايس كريم يا جماعه مش عايزه اقول لكم على الطراوه والنعومه والطعم بتاع الايس كريم عامل ازاي. غني جدا جدا وفيه كميه طاقه مش طبيعيه وطعامه رهيبه رهيبه. لازم تجربوه. لو انتوا وصلتوا لغايه دلوقتي يا جماعه بتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبتمنى منكم كمان تعملوا لي لايكات كتيره وتقولوا لي رايكم في الايس كريم. اظن مفيش اسهل ولا اسرع من كده. وكمان ممكن تشتغلوا بيه في الخلاط عادي مفيش اي مشكله، وعلى ايديكم يا جماعه مش هيقول لا. انا بتمنى منكم تجربوا وصفه الايس كريم الجميله دي يا جماعه، هتعجبكم جدا جدا. وقلت لكم كمان على البدايل، وزي ما انتوا عايزين بقى جربوا. شايفين الجمال والعظمه؟ شايفين الايس كريم بتاع المانجا تقيل كده يا جماعه، تحسوا ان انتوا بتاكلوا مانجا بالقشطه مش ايس كريم بس. انا بتمنى منكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه.